ثانية واحدة أستاذة فلسطين، بس أسأل لحضرتك سؤال. لا لا، ثانية واحدة بس عشان أسألها بس. لا لا، هقول لحضرتك حاجة. طب هي المقاومة هي حماس فقط ولا في فصائل أخرى؟ لا، مين في لك كتاب الأقصى، وفي الحزب العسكري، وفي طيب كتير تقدري تقولي لي كم مقاومة. فصيل في غزة؟ أنا ما بعرف أسماء الفصائل، اسمها مقاومة من يعني الأول تقديريا للآخر، لا موجودة حضرتك بكل تقديريا فلسطين. تقديريا اسمعني تقديريا أستاذ، تقدري تقولي لي اسمعني يا أستاذ. كم فصيل يا أستاذة؟ ورد عليا كده تقديريا، اتفضل. كم فصيل داخل قطاع غزة؟ هدول إيش اسمهم مقاومة، ما تحكي لي فصائل، اسمها مقاومة. يا أستاذة، حركة جهاد مثلا غير حركة كتائب الأقصى، صح؟ مش غير كلهم حماس، القسام، كلهم صح ولا مش مقاومة. صح؟ لا مش كلهم كلهم حماس مقاومة، حضرتك، مش كلهم كلهم مقاومة. مقاومة، بس ده فصيل عن فصيل. ده حركة الجهاد مش الإسلامي، ده هدفهم حركة واحد، حماس. مش هدفهم يا واحد أستاذ، اللي هو يا أستاذ فلسطين. أسألك سؤال بس، تقولي لي كم فصيل اتفضل. تقديريا؟ تقدري تقولي لي تقديريا كم فصيل داخل قطاع انا غزة؟ انا بقول لك هدول كلياتهم اسمهم مقاومه يا فلسطينيه. أستاذة رد عليا حضرتك بس السؤال ده. يا أنت ليه حضرتك؟ استاذ اورسيني، مش مهم التفاصيل لا السياسيه لا، أنا والاقصائيه. يهمني معلش أنا يهمني النقطة معلش ديت. معلش استاذ بعد خالد، إذن استاذ حضرتك خالد، أستاذ استاذ خالد، خالد، استاذ خالد، بعد إذن دقيقة، استاذ حضرتك خالد، ثواني، استاذ انا خالد، أنا عايز. استاذ يهمني خالد، النقطة ديت. يا أنا جماعه يهمني يا استاذ النقطة خالد، جماعه، ديت من اسمعني استاذ غير خالد، تفاصيل. لا أنا يهمني النقطة استاذ ديت خالد، إنها استاذ ترد خالد، عليها. دقيقة، استاذ خالد، استاذ خالد، بس دقيقة، دقيقة، استاذ خالد، احنا نبغى نوصل نتيجة، دقيقة بس، تفضل يا تقدري ارسيني. حضرتك تقدري حضرتك تقولي لي كم فصيل تقديريا داخل قطاع غزة؟ ما بعرف، انا بعرفش العدد. يعني شو بدي قولي كيف عدد بدي اعرف تقديريا يعني؟ تقديريا كده حضرتك ما كفلسطينية بعرف، انا بعرف تقديريا. انها مقاومه فلسطينيه، غير هيك انا ما تقدري بدي. حضرتك تقولي لي تقديريا لانهم لهم مسميات بالاسم، كل فصيل وله مسمى بالاسم، فقولي لي مثلا في تقديريا 5 مثلا او 10 او 20 او 30 حسب ما هتقدري. على فكره شو بيفرق معك انت 10 ولا 20 ده ولا هيفرق 100؟ معايا عشان هقول لحضرتك حاجه، بس قولي لي رد عليا حضرتك، رد مش عليا كله تحت حضرتك. بند فلسطين رد مقاومه عليا، رد فلسطين. عليا يا ما اله انا بقول الا لك ما الله، انت بعرف، ليه انا حضرتك؟ بقول لك ما قولي بعرف، لي انا تقديريا ما كم بعرف، فصيل، تقدري تقولي لي كم فصيل؟ ما بعرف ولا بيهمني اعرف. كيف فلسطينية ما حضرتك تعرفي؟ انا سعودي اعرف. حضرتك انا بس محتاج ان حضرتك ترد عليا بس تقديريا كم طب هي فصيل. ما قالت لك، هي اورسيني قالت لك ما يا تعرفش؟ سيدي قالت ما تعرفش، خلاص رد انت، قول المعلومه. طيب لا لا، انتم هل حماس، هل هي حماس بعيد ان استشارت بقى عن العرب او استشارت اي حد، هل استشارت الفصائل الاخرى عليك، في دقيقة، دقيقة، الهجوم؟ ميوت، دقيقة، دقيقة، في ناس. السلام اخي عليكم. الجواب ممكن عندنا، بس دقيقة خليني بالله عليك. اكمل حضرتك. يا هل هي احمد، حماس وقت لما عملت الهجوم هل استشارت الفصائل الاخرى ولا استفردت بالنقطة ودخلت بعديها الفصائل الاخرى؟ تقدر تقولي لي؟ شكرا. تسأل مين؟ تسأل مين؟ أي فصائل أخرى؟ مين قصدك؟ مين قصدك؟ ممكن نجاوب بقية عليك؟ الفصائل كلها. يا اخي لا تجاوب، هي تجاوب، انت ترد عليها الناطق الرسمي باسمها، انت طالع طبعا الناطق الرسمي باسمها. طبعا أنا دقيقة بالله عليك، لا السؤال لا، بيجي دورك، اسمعني. بيجي دورك، وبيجي يا اخي بيجي دورك، بيجي دورك تتكلم، ما حد قاطعك، ما بيجي دورك. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ممكن نجاوب انا في نصف ساعه نسمع في لا الحوار لا بتاعك. لا خليني نجاوب لا لا، فيه، يجي اسمع. دورك تتكلم، كل واحد له دوره، انا في لي دور بتكلم، ما انت تجي تسبق دوري، ما حد قالك، ما حد منعك من الكلام. الفلسطينيه يا اخي، انا ممكن اخت فلسطينيه يا اخي تعطيني؟ انا اتكلم، طيب يا اخي، لا حول ولا قوه الا بالله. طيب انت بتمشي بالدور ولا تمشي بكيفك يا المنصوري؟ كمل يا المنصوري، لا توقف. لا أنا مستني الرد بتاعها. هل هي استشارت المقاومين الأخرى بالعملية اللي كانت هتقوم بيها أو لأ؟ أنت كيف؟ أنا من وين بدي أعرف بهذه المعلومة؟ بس أكيد هم بيكونوا خططوا، هذا شيء، هاي تكتيكات حربية بينهم وبين بعض، مش لازم يروحوا طب يا يخبروا فيها الكرة استاذه، يا الأرضية. استاذه، مالك ماشي يا أنت؟ استاذه. شو يبقى السؤال اللي المفروض بتسأله؟ يبقى المفروض لما نيجي ندافع، احنا بندافع، احنا بنتكلم عن المقاومه بشكل عام، ولا ذكرنا فصيل معين ولا ادلنا حماس او مش حماس، احنا بنتكلم عن المقاومه بشكل عام. احنا قلبا وقالبا مع المقاومه، لكن ما حدش يمجد لي في فصيل ويسيب فصيل. احنا بنتكلم عن المقاومه ككل بشكل عام، احنا معاها قلبا وقالبا. تمام. بالضبط. وسيبونا بس خلاص، طيب وسيبونا ونتطرق من النقطه ثانية دي. واحدة بس يا وانا ما أحمد، اطلع ما ثانية واحدة يا يا أحمد. احمد،
كتاب يلا. القسام لما عملت العملية وانفردت بالعملية، وهاخد على الكلام اللي هم بيقولوه ومع اني اشك في ذلك، ان هم ما حدش يعرف بالعملية، يعني اغرقت اهل فلسطين في قطاع غزة ودخلت المقاومين بدون استشارة ليهم انه هيقوموا، وان عملوا عملية فرض امر واقع على قطاع غزة بالتدخل للمقاومة. يعني هم بيخونوا الفصائل الداخلية اللي في قطاع غزة نفسها. عن جد كلامك غريب والله العظيم، أنا بستغرب من كلامك هذا اللي بتحكيه. يعني معلش أنا كمقاومة قاعدة في بيتي وأهل بيتي حواليا، مرة واحدة بدي أروح أحارب العدو ومش مداري أهل البيت ولا عارفين عن شيء؟ إيش مالك؟ هذا عملية بكون مجهزة لها شهور وسنين والله مش كمان انا من اللي العلم، بقول كلام، مش يوم والله مش انا اللي ويومين. انا بقول عليه، مش هذا الكلام كلام ده من اللي انا عندك جايبه بدك من تجيبه. كلامي، ده كلام ابو عبيده والسنوار وقطاع حماس وحركه حماس كلها وبقيه لا الفصائل لا لا، ما كلها. تلبس أبو لو عبيدة هم بهذا الحكي، بيقولوا ما غير تلبس كده أبو عبيدة. هلا انا لا لا، أبو هلا عبيدة كلام. ما حكى هذا الحكي، أبو عبيدة ما حكى هذا الحكي السلام ولا قال عليكم. لا يمكن يحكي هذا وعليكم الحكي. السلام. ميوت لو سمحت يا خمسة. ممكن نتحدث؟ كلهم راح يتكلموا. اعطوني الفرصه نتحدث. يا معليش. احمد يا احمد يا احمد يا اما ترتب يا احمد ماشي. يا احمد معلش يا احمد خليه يا اما يتكلم ترتب بعد الحوار. خليه يقول كلمة استاذنكم بقى عشان ما نقطعش بعض تاني، بعد اذنكم هدوء وبهدوء ونرجع لهدوءنا اللي احنا متعودين عليه، بلاش نقطع بعض. دلوقتي الاستاذ اللي كان عايز يتكلم، في حد فتح المايك صوته عالي قوي، ممكن يعمل ميوت؟ في صوت هوا، مين فتح المايك كده؟ كان مش سائق عارف هو. فلسطين، كان سائق فلسطين او حسناء فلسطين. طيب لا لا طيب لا خلاص، خالد، أنا لا 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 مفكرة ما خلاص كده الصوت لا، راح، كده الصوت راح. الاستاذ اللي كان عايز يتكلم يتفضل، ويا ريت ما حدش يقاطعه، استاذنكم مفيش مقاطعه. يا ريت تخلوني نتكلم بكل موضوعيه، وحبيت الرد على ابو ناصر والاسئله، جميع الاسئله اللي مديتوها للاستاذه الفلسطينيه. وانا نتكلم انا راني من الجزائر ونحب أنا ما نتكلم سألت. بكل يعني حضرتك من ممكن الجزائر تخليني وكنت أتكلم بتتكلم وأقطع انك انت هتدافع عن الدولة الفلسطينية وانك ادرى بناء عن كلامها. ممكن تخليني ما سبحان تقاطعنيش الله. يا اخي. هو انت بتقاطعه ليه؟ مش اتفقنا بلاش مقاطعه يا يا جماعه؟ ابو خالد يا استاذ خالد انا ما معلش سألت. انا ما سألت. لا لا بالله معلش عليك معلش سؤالي. لا 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 لا, لا. ما راح انت أمرر ما الكلام هذا. سألتش. لا 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 استاذ خالد، استاذ خالد انا ما سألت، انا قلت كلام اللي يعرفه يعرفه واللي ما يعرفه ما يعرفه، بس هو يقول لي انا سألت سؤال، يقول لي السؤال اللي سألته. لا 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 ما راح يمرر الكلام، ما راح يمرر الكلام. ايش السؤال اللي سألته انا؟ انا راح اجاوب على لا لا قول لي السؤال اللي سألته انا، قول لي السؤال اللي سألته. انت هو هيقول لك السؤال اللي سأله يا جماعة، هيقول لك السؤال اللي سأله، ولما يخلص المداخلة بتاعته يا أبو ناصر هو. ثواني يا جماعة، ثواني يا أستاذ، ثواني يا أستاذ. أنت حضرتك قلت أنا هسأل أبو ناصر وهجاوب على الأسئلة بتاعت أبو ناصر، ووجهت السؤال بتاعك لأبو ناصر، صح ولا أنا غلطان؟ انا نتكلم بصفه عامه يا اخي، يا ريت تخلوني نتكلم، ولا حابين تقاطعوني ولا حاب تهبطني يا اخي. انا طلعت انا في نصف ساعه ولا ساعه نسمع في الحوار نتاعكم، وحبيت نتكلم بكل موضوعيه. وهو لما يقول انت جزائري وتدافع على فلسطين، يا اخي احنا دوله فلسطين جزء لا يتجزا من تحرير الجزائر، تحرير فلسطين جزء لا يتجزا من تحرير الجزائر. هذه حبيتك تفهمها وخلاص، باش نتكلم بكل حريه وموضوعيه. وين سؤالي يا احمد؟ يا احمد شوف وين السؤال اللي سألته انا؟ احمد يقول انا سألت سؤال، يقول برد على ابو ناصر. وين السؤال اللي سألته؟ ابو ناصر، اخ ابو ناصر، ليش احنا العرب كلنا هيك متهاجمين؟ خليه يكمل كلامه وهسه تعرف شو بده يعقب عليك. بدون مقاطعة بالله عليك. لا بس لما يتم يا احمد لما يتم. انا اتكلم بصفه عامه يا ابو ناصر. وش هو ما بيتهمكش، قال لك بدي اعقب على كلامك. السلام عليكم جميعا.